خبطة جامدة في دماغها، وطبعا دماغها متخيطة من كل حتة وكتفها. وكنت تشوف الشروق دي مقولكيش يعني، ربنا يا رب محدش يشوفها. كانت خلصانة خالص. لا انا بقول احساسك كأم اكيد لو حصل عامة حتى لو مش عامة. اروح الاقي شروق تحتيها دم، اكنك ذابح ذبيحه والعيال كلها في دمها. ازاي؟ انت رحت لقيت ولادك على الارض؟ رحت جبت شروق، وجبت محمد عمرو، وجبت يوسف، وجبت منة اللي هي ماتت ديت. طبعا انا ما عرفش اطلع العربيه، الواد ابني معاه الفيسبوك. رحت لقيتهم مغمى عليهم ولا بيكلموك صحيح؟ حد بيتكلم، انا رحت لقيت شروق دي ميته. رحت العيال دي كلها لقيتها ميته، ما فيهاش، يعتبر ما فيهاش الروح خالص نهائي.
نهائي ما فيهاش الروح. وجي منفعة ل 40 50 أسرة، اللي رايح أكتوبر واللي رايح فيصل واللي رايح الهرم، عمل حاجز عليهم. انت قصدك لو كانت عربية ايوه كان شغل، لو النقل دي مش موجوده نصيب. كان خد ال 40 50 فرد. طبعا وكيل النيابه بيسال بيقول له ايه انت ايه اللي حصل؟ قال له النقل قطع عليا. لما جابوا الفيديو وري له وكيل النيابه قال له تعالى. لما شاف وكيل النيابه اتفزع من المكان. مين اللي طلب بقى يجيب الفيديو بتاع البنزينة؟ صاحب العربيه اللي جابوا لوكيل النيابه. صاحب النقل؟ جايبين على ما كانوا جايبين على برافو عليه. حازم اللي هو طه يعني. طبعا جاب الفيديو وكيل النيابه شافه اتبهر يعني، جاله ذهول. بس هو اكيد باين برضو من الشكل، يعني العربيات كانت مكانها صح. ماشي العربيات من مكانها، الفيديو اثبت اللي هو السرعه، ما كانش حد يعرف سرعه ولا حد يعرف بتاع ولا حد يعرف، الفيديو اثبت كل حاجه.
مش مواصلات. واللي بيروح يحلل في دلوقتي ادويه ما كنت لسه هقول لك، في ادويه في ادويه بتنظف الجسم. تنظف المخدرات قبل ما تروح. ما لازم في وسيله نعرف الموضوع ده، ما ينفعش اصلا. عشان كده النهارده بقول ان الحلقه مش للمرور ولا للحكومه، الحلقه ليكوا انتوا يلي عايزين تفضلوا تشربوا مخدرات وتسوقوا الميكروباصات. ايه رايكم في اللي انتوا شايفينه سامعينه يعني؟ ايه؟ وبالنسبه للسواق بتاع التمنايه بتاع العيال ديت، اول يوم مدرسه راحت العيال مدرسه عايزين كمامات، المدرسه ما رضتش تدخلهم، راح اشترى لهم كمامات على حسابه. الراجل ماشي واحده واحده كده، مش سواق يعني وصل المدرسه؟ لا، بقول لك اول يوم يعني لما راحت المدرسه. انت قصدك ان اخلاقه كانت عاليه؟ اخلاقه عاليه، وعنده ابنه معاق ماشي، ومراته لسه والده، وجايب العربيه ديت من خد الورث من بيته من بيت اهله عشان يجيب العربيه. يعني حالته هو متدهور السواق، والسواق كان طيب جدا 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 جدا. يا ريت عشان كده راح لحته حلوه قوي ان شاء كل الله. السواقين زيه، لان ده دمر بيوت كتيره اللي هو السواق الشيطان ده. ورب حزب الله ونعم الوكيل فيه، حزب الله ونعم الوكيل. هما كتير، هي دي مشكله، حزب الله ونعم الوكيل. هما كتير اللي حوالينا. دمر اطفال ودمر بيوت ناس ودمر زي ديت، يعني بتبكي عليه ليل ونهار، واحنا بنبكي على محمد عمرو ده ليل ونهار، وفي الجنه ان شاء الله. بقاء لله. وانا صممت ان يعني الحلقه دي تبقى رساله مش للمرور ومش لمسؤولين ومش لكده، لان الناس برضو عملت اللي عليها وعملت كاميرات وعملت رادارات وعملت كده. احنا عايزين النهارده ندي رساله لكل السنة اللي فاتت كان بيقيم بنا الأيام في هنا في البيت ده. بيقيم بيكوا الصلاة؟ بالناس بتوع الشارع هنا، لما منعوا الصلاة في الجوامع. هو بيقيم بالشارع الصلاة؟ بينا وبالناس كلها هنا. طب وزعلانة؟ طب ده في مرتبة تانية خالص. هو كنت بحفظه أحاديث، وكان بيصوم ويصلي، وكان نفسي يبقى نبتة صالحة، كان هو كل دنيتي. اتخطف مني وراح في ثانية. صعب قوي، محتاج لحد يكون قوي، واما الفراق بيكون لواحد مننا جوانا حتة بتنكسر من قلبنا. انا قلبي وجعني قوي، حتى الدموع متلخبطة، في دمعة نازلة مزارطة، بتقوله 100 مليون تحية
ودمعة شايلة حزنها مش قادرة تنزل من عينيا. وإن مات هنا أو مات بعيد أو مات سعيد مات شهيد. وإن مات هنا أو مات بعيد أو مات سعيد مات شهيد. وفي يوم وداع رفعنا راسنا كلنا. ما عنديش الا هو، ما املكش من الدنيا غير، ما عنديش
دي اول شهاده خدها. طيب مش تتضايقيش. السواقين يعتذروا. انا رايي كده. واخد بالك؟ انا من رايي، يعني انا لو انا منهم من الحكومه احط عياله الاول، اموتهم واموت هو بعدين، يموتوا قدامهم كده. راح وراحت بقى امال ست قاعدة 10 سنين تربي وتكبر. انتوا متخيلين اللي هي حاسة بيه ولا لا؟ فكري بس في نفسك، لا قدر الله لا قدر الله انت اللي حصل لك كده. انا مش هقول حاجة عشان ما انفعلش واغلط ويقول لك غلطت وقالت، مش هقول حاجة. جينا جينا الأم منا، وفكرت كتير بصراحة قبل ما اجي ان انا مش قادرة خلاص الموقف. بس يمكن لما تشوفوا انتوا بتعملوا ايه بجد ترجعوا على اللي انتوا بتعملوه. يمكن يبقى فيه لسه حتة صاحية، مش كله مات. يمكن يا سواقين الميكروباصات والنقل
اللي بتتعاطوا مخدرات. صعب قوي، محتاج لحد يكون قوي، واما الفراق بيكون لواحد مننا جوانا حتة بتنكسر من قلبنا. انا قلبي وجعني قوي، حتى الدموع متلخبطة في دمعة نازلة مزارطة، بتقوله 100 مليون تحية، ودمعة شايلة حزنها مش قادرة تنزل من عينيا. وإن مات هنا أو مات بعيد أو مات سعيد، مات شهيد. وإن مات هنا أو مات بعيد أو مات سعيد، مات شهيد. وفي يوم وداع رفعنا راسنا كلنا. يعني هو اكيد مفيش اي كلام يتقال النهارده بقى، ولا بنناشد مسؤول، ولا بنناشد عايزين تبرعات. لا، احنا بنناشد ناس انتوا ارتضيتوا على نفسكم انكم تاخدوا مخدرات او تعيشوا مغيبين، او خلينا نقول ان انتوا مرضى ادمان. خلاص، على الشاشه دلوقتي هيتحط لكم الخط الساخن بتاع انقاذ مرضى الادمان، عشان لو انت بتقول اصل معيش فلوس، اصل مش قادر اتعالج، اصل هروح فين، اصل مش عارفه ايه، اهو كلم الناس دي. الناس دي هتنقذك والناس دي هتعالجك. تاني، لو حجتك ان انا مفيش حد بيعالجني، الدوله بقت تعالج دلوقتي.
ولا انت عايزني ولا عايز حد ولا. ايوه احنا هنعمل حملات لعلاج الادمان، صبايا الخير طبعا، ولكن الدوله دلوقتي بتقوم بده. احنا ممكن نساعدهم طبعا، مش هنعمل مجهود زيهم لكن هنساعدهم. كلم الناس دي وروح. طيب انت عايز تفضل مدمن، عايز تفضل بتاخد مخدرات، ما تسوقش، ما تسوقش. انا مش بقولها لك ترجي، لا انا بقولها لك ان مش هينفع نسمح بده. انا وانا ماشيه في الشارع انا بسوق قليل قوي، بلاقي ساعات وبالاخص، وبقولها بصوت عالي جدا جدا جدا، ميكروباص، سواقين الميكروباص بالاخص بيعملوا حاجات غريبه، حاجات غريبه، ويمين وشمال وغرز، ويطلع فوق مش عارفه ايه وينزل فوق ايه انت مش عارف حتى تبص له تكلمه او تبطئ او ايه ده. مش خايفين على نفسكم تمام، لكن ارواحنا وارواح ولادنا. لاي سواق ميكروباص، لاي حد بياخد مخدرات، انت عجبك اللي حصل ده؟ انت اكيد مش قاصد، اكيد ما تعرفش، اكيد مش حاسس، لكن ينفع تقعد وقت طويل قوي ما بتخلفش، وبعدين تخلف ولد يبقى حياتها كلها ما تعرفش تجيب غيره لانها صحيا مش هتقدر، او ربنا ما رزقهاش او ما عرفتش، وحتى لو بتعرف وعندها 50 واحد غيره، ده ضنا. يعني اكيد انت مش هتفهم الكلام ده، بس الضنا ده يعني مش عارفه اشرح والله. يعني لو فعلا حد جه قطع منك حته كده واداها لك، يا جماعه حته مننا، ولادنا دول حته مننا، اغلى حاجه في الوجود، اغلى حاجه في الكون. ابنك او بنتك دول متهيألي ان احنا بعد فتره معينه بنعيش عشانهم، بس ما بنعيش عشان اي حاجه تانية. خلاص بنوصل لسن احنا عايشين بس عشان عيالنا. تيجي انت بمنتهى السهوله تاخد سيجارتين ولا تاخد برشامتين ولا تعمل مش عارفه ايه وبتاع، وتركب عربيتك وتفضل بقى نازل تموت في البشر عادي. مشكلة إن هو طبعا جري وجابوه، طبعا قوات الأمن قبضت عليه، وطبعا كل الشكر والامتنان لقوات الأمن، لأن قد إيه حاجة بقى بتحرق أكتر بكتير إن اللي يعمل كده يجري وما نعرفش نجيبه ولا نعاقبه ولا نكلمه ولا نأنبه ولا أي حاجة. يعني بيحصل دايما يقول لك طب وما يستفيدوا ايه لما، لا انت ما تتكلمش في حاجه مش حاسسها. لا بيستفيدوا لما يحسوا ان اللي عمل كده ده اتعاقب او داق نفس المراره او اتعذب او لا. طبعا بتفرق كتير. فالحمد لله انه اتقبض عليه، وطبعا سايق عربيه مش عربيته وهو معهوش رخصه وحاجة كده. يعني ربنا يصبر يا رب قلب الأهالي دي، وربنا يا رب يعافينا ويحافظ على أولادنا من الناس. أنا مش زمان كنت بتضايقوا مني إن أنا بقعد أقول يعني مش هشبههم بأي حاجة وحشة، لكن إيه أقول إيه، مستهترين. شايفينهم ايه؟ طيب مستهترين، ما عندهمش رحمه، ما ينفعش يبقوا وسطينا، ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تسوق عربيه. انت عايز تاذي نفسك، انت عايز تموت نفسك، انت عايز تعمل اللي انت عايزه اعمله. انا بديك الحل اهو، تكلم الناس دي وتروح لهم وتعالج وتبقى بني ادم، لانك مش بني ادم. اللي بيعمل كده مش بني ادم ولا حيوان، عشان ما نظلمش الحيوان. الحيوان عمره ما هيجي جنبك
وانت ما بتأذيهوش، انت ماشي تأذي في الناس من غير سبب، من غير سبب، لمجرد انك قررت انك تضيع حياتك. طب ما تضيعش حياة غيرك. رسالة فعلا من القلب الى القلب، لو سمحتوا سواقين الميكروباص من فضلكم، من فضلكم، انا كأم بترجاكم واحنا كلنا بنترجاكم، ما تشربوش مخدرات. طبعا في كتير من سواقين الميكروباص محترمين، ولكن هناك البعض اللي لسه بيشربوا مخدرات ولسه بيموتوا في عيالنا، بيموتوا فينا، بيخبطوا عربياتنا. يا رب تكون الرسالة وصلت النهاردة. يعني عايزين ايه اكتر من كده؟ عايزين وجع قلب ايه اكتر من كده؟ ارجو ان تكون حلقة النهاردة نبهتنا ان الفراق ده حاجة ما بنعملش حسابها. احنا نفسنا بنتخيل ان احنا عايشين العمر كله، وبنتخيل ان احنا كل اللي حوالينا دول هنشوفهم وموجودين. مش هترد عليه النهارده، هترد عليه بكره. مش هتكلمه النهارده ولا هتشوفه، نشوفه الاسبوع الجاي. مش هتسافر لاخوك تشوفه، ان شاء الله الشهر الجاي ابقى اشوفه. مش هعرفك ان الشهر الجاي هتبقى موجود، مش هعرفك ان الشهر الجاي هو هيبقى موجود. مش بكئبكم والله، بس هي دي الحقيقه، ان احنا لازم نعمل قيمه للناس اللي حوالينا، والناس اللي بتحبنا، والناس اللي بتقدرنا، والناس اللي بتودنا. انا اكتر واحده بأثر في الموضوع ده من كتر مسؤولياتي والمشاكل وولادي لاغيه موضوع التليفون ده. مثلا صحابي بيزعلوا مني، قرايبي بيزعلوا مني، ولكن بحط لستة كده كل شويه ان انا لازم اكلم فلان النهارده، ولازم اكلم فلان النهارده، ولازم اكلم فلان النهارده. وكتير بقول لنفسي لازم استمتع بالناس اللي حواليا. طبعا اولادي بحط حساب الموضوع ده، ان انا اقول مش زي زمان. زمان انزل واشتغل واقعد بالساعات، لا دلوقتي بركز ان لازم يبقى في وقت طويل معاهم واستمتع بكل لحظه معاهم، لاني ممكن ابقى بكره مش موجوده او بعده مش موجوده. نفس الحكايه لازم نعملها، ان احنا نقدر قوي الوقت اللي احنا نقضيه مع اهلنا. الحاجه التانيه وهي سواقين الميكروباص، اتقوا الله وراعوا ربنا، وربنا يهديكم. وتاني الخط الساخن هيتحط على الشاشة بتاع مكافحة الإدمان، اللي أرجو إن النهاردة تبقى رسالة ليك أنت، إنك تحمي نفسك قبل الآخرين. إن أنت أكيد شفت إن اللي عمل كده لا يمكن يكون بني آدم، ولا يمكن يكون واعي، ولا يمكن يكون عايش. من فضلك ادي نفسك فرصة تانية ان انت ترجع حياتك وتحمي حياة الآخرين. اشوفكم بكرة وتصبحوا على خير. وجع الفراق صعب قوي، محتاج لحد يكون قوي، واما الفراق بيكون لواحد مننا